مساء الفل. اخيرا سيسكو هيبدا ماتش السيتي. التشكيل ما فيهوش مفاجآت كالعاده. 3-4-2-1. حارس المرمى بايندير. الثلاثه اللي قدامه ما فيهمش اي تغيير. يورو، ديليخت، شو، ما فيهمش اي تعديلات عن الماتشات اللي فاتت. الاربعه اللي قدامهم في نص الملعب هيبقى عندنا برونو واوجارتي. هو كده شكله خلاص ماينو مش في حساباته قوي، او واضح ان هو ما تفهمش بقى بيربيه ولا هو مستني عليه ايه. يمين شيخ مزراوي، شمال رجع دوركو. قدامهم هيلعب ديالو، هيلعب رقم 10 النهارده بدل ما كان بيلعب وينج باك، وهيلعب جنبه مبومو بعد ما كان هو اللي بيلعب 10 يمين بقى بيلعب 10 شمال. قدامهم اخيرا سيسكو. اموريم الحاجه الوحيده اللي قالها في المؤتمر الصحفي قبل الماتش اللي ممكن نعلق عليها ان هو لما اتسال هيلعب بلامنس ولا بايندير، وقالوا له انت ممكن ما تجاوبش بس ممكن تقول لنا انت اخترت ولا لا، قال لهم انا اخترت وعادي ممكن اقول لكم انا هبدا ببايندير. انا افضل ان هو اللي يكمل دلوقتي ويتنافسوا الاثنين على المركز. واضح ان هو بياخد شويه السياسه بتاعت حسام البدري ان احنا نستنى اللعيب يطبق على الدوري. هالاند راجع لنا من التوقف الدولي مقرقش، اللي قدامه جايب 5 تجوان في ماتش وجاي فوق علينا في اول دقيقه. طبعا مش هعلق على هانيبال المشبري ابننا العاق اللي اهدى ليفربول المكسب في اخر دقيقه. انا اكيد مش هتكلم على مستوى السيتي ان هم بادئين الموسم بدايه مش كويسه فاحنا عندنا فرصه نكسب والجو ده، لا، بس هو احنا اخر 4 ماتشات قدام السيتي احنا ما خسرناش. سيسكو مهاجم لف نص دايره حطها من غير فزلكه. عبد العاطي راح التوقف الدولي رجع تخنان اكتر. والنبي التايم ما تعملش فيها اليسون عشان انت دي تاني واحده قدام هالاند وهيزعلك. هم اول 7 دقايق احنا مش وحشين بس مش حلوين. طيب امتصينا حماس البدايات شويه بتاع السيتي، بدأنا نمسك عليهم كوره شويه بس احنا بنرجع لورا كتير، ما عندناش لسه نص الملعب ما بيطلعناش قوي. الكورتين اللي رحنا بيهم كانوا كورتين طوال نفس اللي بيحصل نفس ال4 ماتشات اللي فاتوا. السؤال بقى هل مزراوي هيعرف يروح هجوميا زي ما ديالو كان بيروح هجوميا كل ماتش؟ كان بيأثر شويه في الدفاع بس كنا بنروح. الناس اللي ما بتحبش برونو وتقولوا عليه عنيف في الملعب وغتت وبتاع، اتفرجتوا قبل كده على برناردو بيعمل ايه؟ عبد العاطي وفاول بفورمه رحيم ستيرلينج. الواد العمده لعيب كبير، واضح ان احنا هنستقبل لعب كتير طول الماتش عشان واضح ان هو نازل متحفظ برده قدام السيتي، مش عايز يستغل الفرصه بتاعت ان السيتي اصلا خسران ماتشين من 3. هو مزراوي حالق ولا زارع؟ الماتش شغال بقاله 14 دقيقه، 12 دقيقه منهم الشوالي بيتكلم عن السيتي. يا عم ما تطلعش من جونك يا عم البقلاوه. فودن خبط في ديليخت والحكم اداله واحده انهض والعب كالرجال. عماد بيعمل دبل كيك لعبها بالقصبه، حاجه اخر فلح. لا يا دوكو لا. في الفودن 1-0. ما طبعا دوكو بيتمشى في منطقه الجزاء وعدى زي ما هو عايز، ولوكشو واقف اشاره مرور قدامه وراح عامل عرضيه جاب جول سهله. هو هالاند ماله يا شباب؟ طبعا تلت ساعه احنا ما جيناش، ما بنمسكش كوره كتير، بتتقطع مننا بسرعه. رحنا الهجمتين 3 اللي رحناهم كانوا كور طويله، ما بنعملش اي حاجه منظمه ولا بيلد اب ولا على اليمين ولا على الشمال ولا اي حاجه عليها القيمه، وبالتالي لما نلبس جون في الدقيقه 18 17 طبيعي. ديليخت كل هجمه علينا بيحاول يغطي ورا شو اكتر ما بيلعب في مركزه. الملعب كان هيبقى اظبط من كده شويه لو كان بدا بديالو يمين زي ما هو، مزراوي يفضل بره، كان يبقى الاثنين اللي في نص الملعب ماينو واوجارتي وقدامهم برونو هو اللي بيلعب 10. كنا هنعرف نلعب كوره وهنعرف نروح اكتر من كده. دوكو بيلعب على الوينج اليمين ماشي، على الوينج الشمال ماشي، في اي حته ماشي. كابتن شوالي ممكن ماتش واحد يعدي اليونايتد من غير ما تورينا ان انت ما بتحبناش. السيتي بيعدي من نص الملعب عندنا بمنتهى السهوله. الفكره ان هم ماسكين علينا كوره يمكن اكتر من 60% بس مش مقطعين هجمات. هم راحوا 3 مرات جابوا واحده بس. هم طبعا ماسكين كوره اكتر، بيعملوا بيلد اب اكتر، الفريق منتشر في كل حته، بيعرفوا يضربوا نص الملعب عندنا بمنتهى السهوله. طبعا هنفضل نعيد كل ماتش ان احنا عايزين باليبه. حلوه دي ليه يا عبد العاطي؟ يعني هي اوفسايد بس استلم زي الناس وحطها زي الناس الاول. اللعيبه عندنا بتضغط لمجرد الضغط مش عشان ياخدوا منه الكوره، لا، هو لعيب السيتي بيدخل عليه يقول له طب هات الكوره دي ايه، العب ضغط. العرضيه اتلعبت وصلت لدورجو قام واخدها على دورجو. احنا جبنا سيسكو مهاجم 2 متر عشان يلعب الكوره بايده وهو بيوقف. انذار دي يا حكم. انتوني تايلر ما بيفوتش ماتش من غير ما يرازينا. لو عم برونو يحط واحده على دماغ سيسكو اداها لدندورما. نص ساعه من الولا شيء ما فيهاش قطايف ولا اللطايف. الشويه اللي فاتوا دول احنا اللي ماسكين كوره بس، لا بس ما بنعملش حاجه تاني. مزراوي بامانه وجوده في الملعب زي قلته. الفكره ان السيتي نفسه مش مرعب، هم ماسكين كوره من اول الماتش وماسكين كوره فعلا من اول الشوط اكتر مننا، لكن مش مرعب. انت مش شايف السيتي اللي بيعمل بقى عليك هجمات ومقطعك في نص الملعب ومقطعك في منطقه جزائك خالص. هو ماسك كوره لكن هو بائس في الملعب، بس هي الفكره ان انت بائس اكتر منه. بصراحه دورجو لعيب كوره ومحتاج يتطور معانا شويه كده ويتصنفر وهيطلع قماش والله. الكرة اللي جايه دي عبد العاطي على دماغ سيسكو. احنا ما عملناش اي عرضيه حلوه من اول الموسم. انا عايز سيد معوض. لو هنلعب باسورد تشالنج بتاعت نصوحي هنقول شياطين، اسود، توتا، مبومو. يونايتد بيقدم شوط اول من اللا شيء، ولا هجوم ولا دفاع،
نص الملعب الفجوه اللي فيه واضحه جدا. طبعا سببها ان انت بتلعب ببرونو واوجارتي، ولا برونو بيدافع كويس ولا اوجارتي هو بيدافع كويس ولا بيطلعك بالكوره كويس، وبالتالي فانت عندك مربع قد كده بينك وبين الدفاع. واحد زي ديليخت ولا هو عارف ان هو يتقدم يقفل الحته دي ولا يغطي ولا ورا شو اللي عامل كوارث، اهمها الكره بتاعت الجون. كره الجون بتاع السيتي دوكو مستلم الكره في مربع فاضي بين اوجارتي وشو، وطبعا راح داخل الكره هات الزبون وراح معدي من شو ورفع جابوا الاولاني. طبعا الناحيه الثانيه واضح ان السيتي مذاكر كويس. احنا مش محتاجين مذاكره كتير طبعا عشان يتعرف مشاكلنا فين، بس هو الراجل راح حاطط لك يمين فودن وشمال دوكو بيتسلوا عليك، خصوصا دوكو اللي بيلعب براحته خالص ناحيه مزراوي اللي كانه ما جاش. فضايح نص الملعب طبعا مكمله هجوميا، انت مش عارف تطلع بالكره توصلها للمهاجمين، وبالتالي لما بتروح بهجمه بتبقى في الاغلب كره طويله زي ما بنعمل كل الماتشات اللي فاتت. زود على كده ان ديالو بقى بيقدم ماتش وحش جدا، ولا دفاع ولا هجوم ولا انت شفت منه اي اضافه لما لعب 10. ومبومو واضح جدا ان هو مش مبسوط انه ما بيلعبش على عدلته، فانت طبعا مش واخد منه اي حاجه هجوميا. حتى الكره اللي جات له وهو رايح لوحده ولا وقفها كويس ولا حطها حلو. سيسكو يمكن الوحيد اللي معاه عذر شويه، ان انت برضو عندك نفس المشكله ان انت ما بتوصلش الكره للمهاجم. انت عايز مهاجم انت اللي توصل له الكوره في ال18، مش عايز مهاجم يفضل برضو يسقط في الثلث اللي وراه بتاع نص الملعب عشان يبني الهجمه، وتلاقي في الاخر سيسكو متطرف يمين ولا شمال ومبومو اللي يروح او ديالو اللي يروح. الملعب لازم يبدا يتظبط بشويه تغييرات جوه الملعب ومن بره الملعب. جوه الملعب ديالو لازم يجي يمين، لازم برونو هو اللي يطلع رقم 10، وبرونو عادي جدا هيلعب رقم 10 مكان كونيا وتجيب مبومو مكانه. وفي نص الملعب لازم تنزل ماينو يلعب هو جنب اوجارتي عشان على الاقل يبقى عندك فرصه تعرف تطلع بالكوره. وطبعا مش هعلق كتير على لوك شو اللي انا ما زلت مش عارف هو ليه بيبدا وليه بيدخل السكواد اصلا وانت عندك واحد زي هيفن قاعد بره. الشوط الثاني ولو اني اشك ان اموريم بيبدا بتغييرات بين الشوطين، لكن لو عملت التغييرات دي احتمال يكون عندك فرصه ان انت تهاجم على السيتي الشوط الثاني، خصوصا ان السيتي ماسكين عليك كوره لكن مش مرعبين خالص من اول الماتش. طبعا الشوط الثاني بدا من غير تغييرات، كان متوقع يعني. ديالو لازم يلف مع قارب الساعه، ما ينفعش يلف الاقرب للجون. طب احنا نازلين ضاغطين على السيتي وماسكين عليهم كوره بقالنا 3 دقايق. الشوالي قال لك الديربي لو ما تربحش ما تخسرش. لا يا هالاند هيشغل علينا الهاتريك. السيتي بيجوا عندنا عادي فسحه. طبعا الاوت اتلعب من ورا مزراوي، وبعدين الكره اتلعبت من ورا لوك شو، فضل يحاول يتشعبط فيه زي الاتوبيس. هالاند حطها بمنتهى السهوله من فوق بايندير، وراح التاني مقلوب على وشه. احنا بنتروق. ديليخت لوحده في الدفاع والكرة تيجي في القايم وربنا سترها. لوك شو حتى لما طلع كوره اتزحلق عليها وكان هيعمل مصيبه. طب احنا اصلا الدفاع بتاعنا مش صراع، بنلعب دفاع عالي ليه؟ هيبدا يبقى عندي قناعه ان اموريم عنده مشكله مع برونو، ما عندوش مشكله بس مع ماينو. عشان لما تسيب برونو وانت عارف ان هو دفاعيا قليل يتهزق في الملعب بالمنظر ده، وانت كمان ولا عايز تنزل حد يساعده هجوميا ولا انت كمان بتطلعه قدام عشان انت تستفيد هجوميا، فانت كده بتلعب ضدنا يا معلم مش معانا. حلوه فيرست تايم يا عبد العاطي يا ولد. اموريم عمل التغيير اللي احنا قلنا عليها عايزينها بين الشوطين في الدقيقه 61، بس عمل معاه مصيبه. طلع يورو ونزل بقى ماجواير. الله، ما هو عشان نبقى واضحين، لما انت يبقى حلك كل ماتش ماجواير يبقى انت مدرب قليل الحيله. هالاند سفاح، الكره اللي بتجيله ما بيسميش. اموريم انا عايزك تشرح لي التغيير بتاعت ماجواير دلوقتي، عشان انت قبل كده الماتشات اللي فاتت دي كنت بتلعب يمين ديالو وكان بيبقى ورا يورو فبيعرفوا يكملوا بعض وممكن تطلع بهجمه. انت دلوقتي اصلا بادئ الشوط بتلعب دفاع عالي، تراجعت فيه بس انت لسه بتلعب دفاع عالي. منزل ماجواير يعمل ايه ببطئه ده؟ وطبعا انفراد من نص الملعب، والثالث خلصنا. وراح وانفرد ودرجن وسجل وعمل اليوجا وانت بتتفرج. ده اللي كنا بنقوله من شويه، انت بتلعب دفاع عالي بالدفاع البطيء ده ازاي؟ انت بتعاند مع مين؟ احنا بنروح بالهجمه عشان الحسد، عشان نبقى روحنا بهجمه يعني. هل اموريم مش شايف ان احنا مش فريق مؤهل ان هو يلعب دفاع عالي بالمنظر ده؟ الفكره بقى ان جوارديولا لسه بيهاجم، هو طلع دوكو ونزل سافينيو عشان يعمل برضه روش قدام. طب انت بتلعب طول الماتش تقريبا على كور عاليه، مش حاسس ان انت كان ممكن تنزل زيركزي؟ اكتر حاجه بكرهها في الجيل ده من لعيبه مانشستر يونايتد اليأس اللي انا بتفرج عليه في الملعب ده. ما هو انا مش كل ماتش اطلب تغيير تنزل لي اللعيب اللي انا عايزه، بس في الاخر الاقيك بتنزل زيركزي مكان سيسكو وانت خسران 3. مبومو واقف نايم وديالو بيلعب له عرضيه وراحت خابطه فيه وطالعه. حلوه يا كاسيميرو، الشبكه فاضيه. وترجعوا تقولوا الرجاله بتموت قبل الستات ليه؟ ما عشان بنشجع يونايتد. يا درجو يعني انت اشول تروح عادلها على يمينك وتحطها وحشه كده؟ انت عايز ابن سام يا جمال. وبدات احتفالات رعاع المدينه حسب 4 دقايق وقت ضايع. يا عم صفر يا عم، عاجبك انت كده وهالاند قاعد بره بيحفل علينا؟ يعني يا دوناروما ما كنتش جيت لعبت معانا احنا بدل المسخره اللي احنا فيها دي؟ احنا تروقنا يا رجال.
اموريم في اللقاء اللي بعد الماتش طالع بيقول احنا خسرنا بسبب التفاصيل الصغيره واللمسات الاخيره. لا يا معلم، تعال انا اقول لك احنا خسرنا ليه. التشكيل بادئ غلط من الاول يا معلم، عشان لما يبقى انا عندي واحد زي كونيا اتصاب بيلعب مكان واحد زي ماونت واتصاب هو كمان، يبقى انا المفروض ابدا الماتش بواحد يبدا مكانهم هما الاثنين من غير ما اشقلب التشكيله كلها. فانا كان ممكن ابدا ببرونو هو اللي يلعب 10 مكان كونيا، واسيب بقى ديالو يمين في مكانه. الاثنين اللي في نص الملعب كان ممكن ماينو هو اللي يبدا مكان برونو اللي انت بتلعبه كل مره جنب كاسيميرو، وكان ممكن برضه تبدا بكاسيميرو اللي هو جايب معاك فورمه. مش بقول انه احسن لعيب عندك، لكن ما تنزليش اوجارتي اللي ما عندوش فورمه وتنزل جنبه مزراوي اللي برضه مش جايب فورمه من اول الموسم، لان الاثنين ما بيلعبوش معاك ولا ماتش من بدايه السيزون. ولما تبدا تعمل تغييرات وتنزل ماينو في الدقيقه 61، فانا مش عارف بصراحه انت كنت متوقع ازاي تقلب الماتش وتقلب شكل الفريق جوه الملعب، وخصوصا ان انت ما عندكش حد ممكن يكون فعال بره غير زيركزي. الحقيقه ان انت مسكت كرة على السيتي الشوط الثاني والماتش خلص باستحواذ ليك 55%، لكن انت كان عندك مشاكل في نص الملعب ومساحات مخلياهم بيعرفوا يوصلوا عندك بسهوله جدا. لكن انت قررت ان انت تزود مشاكلك الدفاعيه وتلعب الشوط الثاني بدفاع متقدم، فتدي هديه زياده للسيتي يسجلوا منها الجون الثالث من انفراد من نص الملعب. صحيح الارقام بتقول ان كل فريق عمل 13 محاوله، بس هو عمل 6 اون تارجت جاب 3. انت عشان مش عارف حتى توصل الكره هجوميا، انت عملت محاولتين اون تارجت خيبانين ما عرفتش تعمل منهم اي كونفرجن. لغايه دلوقتي لوك شو بالنسبه لي لغز انا مش عارف احله، ومش عارف هو بيقدم ايه في الملعب ولا قدم ايه في البري سيزون، مخليك بتلعبه كل ماتش اساسي وانت عندك واحد زي هيفن، وعندك الماتشات الجايه ليتشا اللي انا عارف ان انت مش هتبدا بيه اساسي. اوجارتي قدم مستوى اقل ما يقال عنه ان هو كارثي. انا مش عارف انت كنت مستني ايه في نص الملعب اكتر من الفجوات اللي كانت موجوده عشان تعمل تغيير محترم ان انت تنزل كاسيميرو بدري شويه. فطبعا لما تعمل كميه التغييرات والاخطاء دي قدام فريق زي السيتي اللي هو اصلا كمان التشكيله بتاعته اجهز منك وكمان ما كانش بادئ بدايه كويسه للموسم، فطبعا هيرجع عليك في النتيجه ويعمل عليك ماتش زي ده ويكسبك 3-0 بمنتهى السهوله. النتيجه الاهم من الماتش بقى اللي محتاج تاخد بالك منها يا اموريم، ان انت دلوقتي لعبت 30 ماتش مع يونايتد كسبت 8 بس. فانا مش عارف انت هتبدا تراجع نفسك امتى في طريقه اللعب وفي التشكيل وفي اختياراتك في اللعيبه اللي انت بتبدا وبتنهي بيها المباريات، عشان العناد ده مش هيودينا في حته. وانا مش عارف حد غيري واخد باله من النقطه دي ولا لا، بس واضح ان اللعيبه بتعمل نفس اللي كانت بتعمله مع المدربين قبل كده، انه بيسلموك وان هم مش عايزين يلعبوا وان هم بينزلوا باقل مجهود وصفر اداء وانت الضحيه في الاخر. وطبعا الماتش الجاي قدام تشيلسي انت هتكمل في نفس العناد، فجرناتشو هينزل يسجل قدامنا ونتهان ونجيب ناس تتهان. ربنا يستر. سلام.